ضحية جديدة ستضاف على لائحة النساء المعنفات. بلدة الفنيدق كانت المسرحة هذه المرة، والضحية فتاة بعمر الورد تدعى ميمونة أبو العائلة. أما المجرم فهو زوجها محمد الطحش. شيعت ميمونة ظهر الأربعاء في مسقط رأسها في جو من الحزن والأسى، فيما طالبت العائلة بإنزال أشد العقوبات بقاتلها. قلت له وين ميمو؟ قال لي احب البيت. قلت له طيب قال لي معك مصاري؟ قلت له ليش؟ قال لي بده يروح يودي ميمو لعند اختي. قلت له لا والله ما معي. قام راح عند الجماعه بالمطعم، اخ 15,000 وراح. قام بيجي صاحبي بيقول لي بده تليفون. معي تليفون انا اصفار محتاج، بده اياه يشتري مني. قلت له قال لي وين؟ قلت له وين؟ قال لي اخذ محمد معه. رحت لعند محمد ورا بسرعه ما لقيته. دقات ما في حدا. رحت جبت المفاتيح من البيت من المطعم وجيت فتحت الباب، فتت لقيت الجارمين واختي مضروبه. ضلت تقول بدي اذبحك ونسجن للابد. ليش شو السبب؟ هيك لأن قلت له بدي طلقك. عديم بدنا عديم، لأنه عمل فيها العجيب، ما مخلى فيها محل. مضروبه بالسكين كمان ما بالإزاز مضروبة بكل جسمها، بجسمها، برقبتها، براسها، بجبهتها، بعينها، ما مخلى فيها شيء. دوافع الجريمة لا تزال مجهولة، علما أن عائلة الضحية أكدت بأن زوجها كان يمارس أشد أنواع التعذيب والعنف بحقها، إلى أن أقدم في نهاية الأمر على قتلها. أما القوى الأمنية فتحت تحقيقا شاملا لمعرفة أسباب الجريمة وتحويل المشتبه به إلى القضاء.